ولا اقدر ابدي لك بالنتيجه اذا ما ناخذ النتيجه دي اوفر اللي هي الصيغه القطبيه. اوكي، فراح نبلش طلاب بالبدايه بالصيغه القطبيه. الصيغه القطبيه طلابي، الصيغه القطبيه قبل لا ابلش بيها انا لازم عندي نوعين من الزوايا، عندي زوايا دائريه وعندي زوايا ستينيه. اوكي، الزوايا الدائريه اللي هي الموجوده على المحاور، اوكي، هاي نسميها الزوايا الدائريه. اوكي، هاي شنو نسميها؟ نسميها الزوايا الدائريه اللي تكون وين؟ تكون على المستوي الاحداثي او تكون على المحور الاحداثي. زين، انتبه وركز وياي. اول زاويه طلاب، احنا طلاب بدنا تبدا الزاويه وتكمل دوره كامله اللي هي ال 360. الثيتا منا طلاب راح تساوي لك ايش قد؟ الثيتا هنا ايش قد راح تساوي لك؟ الثيتا هنا ايش قد راح تساوي لك؟ الثيتا هنا ايش قد راح تساوي لك؟ اذا تشوف طلاب انه احنا بالمستوى الاحداثي الزاويه مالتنا 90 قائمه، الزاويه مالتنا 90 90 90، فاحنا كل ما نزيد 90 درجه. اوكي، احنا كل ما نزيد شنو طلابي؟ نزيد 90 درجه. طلاب بالبدايه هنا الثيتا صفر، الثيتا ايش قد؟ صفر، يعني اول ما تبدا صفر، بعدين تزيد ايش قد؟ 90، بس احنا ما نكتبها 90، نكتبها باي. اوكي، باي على اليمن، باي على 2، باي على اليمن، باي على 2، الباي على 2 هي 90. زين، هنا هي 90 وراح تزيد 90 تصير 180، ال 180 هي باي. زين، هنا 180 وتزيد 90 تصير 270، 270 هي باي على 2، نكتب ونخلي بصفحه 3 لان باي على 2 90 في 3 270. بعدين ترجع تكمل الدوره مالتها 270 وتزيد 90 تصير 360 اللي هي 2 باي. زين، ليش استاذ كتبت لنا هاي الزوايا؟ هاي الزوايا انا هوايه راح احتاجها ولازم اميز بين الزوايا الدائريه والزوايا الستينيه. يعني من اقول لك شنو الزوايا الدائريه تقول لي استاذ الثيتا صفر، باي على 2، باي 3 باي على 2، 2 باي، ذني كلهن نسميهن زوايا دائريه. زين، الخط مالتنا الشهير اللي احنا تعلمناه، ذولا برشلونه خسرانين وذولا الريال فايزين. برشلونه هذا، شوف هذا الخط، هذا الخط اعتبر لي اياه شنو؟ اعتبر لي اياه برشلونه. برشلونه قلنا لكم انه هم خسرانين، هيك حفظناها. ايش قد خسرانين؟ خسرانين 0-1. ايش قد خسرانين؟ خسرانين 0-1. بس بما انه انا جاي احكي هنا على واي السالب اخلي للواحد شنو؟ سالب. اوكي، هنا الريال فايزين، ايش قد فايزين؟ فايزين 1-0. هنا ايش قد فايزين؟ هم 1-0، بس بما انه انا هنا جاي احكي على اكس السالب راح اخلي هنا شنو طلابي؟ راح اخلي سالب. جيد، اللي هنا الكلام كلش حلو. زين طلاب، انت تعرف ان النقطه مالتنا مكونه من اكس ومكونه من واي؟ اي استاذ. الداله هاي منو هاي طلاب؟ هاي النقطه، هاي النقطه. الداله المثلثيه، الداله المثلثيه طلابي، الداله المثلثيه مكونه من كوساين بساين. شوف انت تشوف النقطة مكونة من اكس وواي كنقطة، اما الدالة المثلثية مكونة من كوساين وساين، مو ساين وكوساين، لا حبيبي انت كوساين وساين. اذا طلابي هذا هو الكوساين، هذا هو الساين، هذا الكوساين، هذا هو الساين، ماكو داعي احفظ. هذا الكوساين على هذا المخطط، هذا هو الساين، هذا هو الكوساين، هذا هو من هو الساين. اوكي، فهاي الاشياء البديهيات اريدك انت تخليها بعقلك وتركز لي عليها هوايه. زين، فهسه شنو استاذ؟ يعني شنو ايش راح تنطيني؟ هسه راح انطيك شغلات تفيدك، انتبه وياي، انتبه لا تخاف. اليوم اكمل لك الصيغه القطبيه والمبرهنه والنتيجه، انا اعرف ايش جاي اسوي واعرف شلون جاي انطي الماده، ومو جاي امشي بطيء، بس اعطيني مجال وهسه راح افهمك حبيبي انت. زين، شوف طلابي، انتبه وركز وياي. انت الزوايا شغلك بالزوايا، فلوسك بالزوايا، درجاتك بالزوايا.
من اقول لك ايش قد الكوساين مال الصفر، تقول لي الكوساين مال الصفر 1. مثلا من اقول لك ايش قد الساين مال الصفر، تقول لي صفر. اقول لك مثلا اريد الساين مال ال 180، تقول لي استاذ الساين مال ال 180 صفر. اقول لك اريد الكوساين مال 180، تقول لي -1. متفقين؟ عاشت ايدك. زين طلاب، انتبهوا وياي، هبه انتبهوا وياي الله يخليك، او في التعليقات مالش دخل بيها. هاي طلاب الزوايا الدائريه. هسه نجي وين طلاب؟ الى الزوايا الستينيه. الزوايا الستينيه، انتبه وركز وياي على الزوايا الستينيه حبيبي. انت الزوايا هنا الثيتا راح ناخذ، اوكي، راح ناخذ هنا الثيتا، وهنا الكوساين، وهنا منو، وهنا الساين. التان ما راح احتاجها بالفصل الاول فما راح اكتبها، اوكي، ما راح اكتب التان. الزوايا الستينيه هي 3. شوف ذولا زوايا دائريه اللي هي الصفر والباي على 2 والباي وال3 باي على 2 وال2 باي. اما هنا طلاب الزوايا الستينيه اللي هي من هي؟ الزوايا الستينيه هي ال60 وال30 وال45. فنجي طلاب الثيتا تساوي باي على 6، سجل يمك الباي على 6 يعني 30. الثيتا تساوي باي على 3، الباي على 3 يعني 60، اوكي. والثيتا تساوي باي على 4 يعني 45. شوف الساين مال ال30، طبعا هاي ال30، الساين مال ال30 نص، الكوساين مالتها جذر 3 على 2. ال60 طلاب اللي هي الباي على 3، ال60 طلاب عكس ال30، يعني يصير الكوساين مالتها 1 على 2 والساين مالتها جذر 3 على 2. اما الباي على 4 هي الزاويه الشهيره اللي هي ابسط زاويه يكون ساينها وكوساينها 1 على جذر 2 ب1 على جذر 2. هاي الاشياء المفروض انت تعرفها وفاهمها. زين، هسه وين نجي طلاب؟ الى قوانين الارباع. قوانين الارباع عندي 4 قوانين، العفو عندي 4 ارباع اني، ربع اول وربع ثاني وربع ثالث وربع رابع. انتبه وياي قلبي انت حبيبي، هذا ربع اول، هذا ربع ثاني، يشتب شيء، اوكي، مو تكتب لي هذا الربع الثاني، هذا ربع ثالث، وهذا ربع رابع. اذا طلاب هاي الارباع مالتي، ربع اول، ربع ثاني، ربع ثالث، وربع رابع. تمام تمام. زين، بالربع الاول طلاب ماكو قانون، بالربع الاول ماكو قانون، ما عندي قانون طلاب بالربع الاول. بالربع الثاني طلابي القانون مالتي هو باي، هذا ما يكتب قام، بالربع الثاني باي ناقص ثيتا، اوكي. بالربع الثاني باي ناقص شنو طلاب؟ ناقص ثيتا. بالربع الثالث هو باي زائد ثيتا، اوكي. بالربع الرابع القانون مالته 2 باي ناقص ثيتا. استاذ هاي شنو هاي القوانين؟ طلابي طالباتي هاي قوانين السعة. شوف السعة، السعة بالربع الأول ما بيها قانون، يعني السعة هي نفسها الإسناد. هسه راح أفهمك شنو هو. هاي طلاب قوانين السعة، هاي قوانين السعة، أوكي. هاي قوانين منو؟ قوانين السعة. تمام تمام. زين طلاب، باي ناقص ثيتا، باي زائد ثيتا، 2 باي ناقص ثيتا. زين طلاب، احنا شنو عندنا طلابي؟ احنا عندنا النقطة مكونة من اكس وواي، قبل شوية قلت لك، والدالة المثلثية مكونة من كوساين ومكونة من ساين. إذا تتباوع أن الكوساين شو تمثل لك؟ تمثل لك الإكس، والساين شو تمثل لك؟ تمثل لك الواي. زين، هنا عندنا واي موجب، وهنا عندنا إكس موجب. إذا طلاب بالربع الأول الإكس موجب والواي موجب، يعني الكوساين موجب والساين موجب. الكوساين يكون موجب والساين يكون موجب، أوكي؟ زين، بالربع الثاني يكون الواي موجب والاكس سالب، يعني الكوساين اللي هي الاكس تكون سالبة بالربع الثاني،
والواي بالربع الثاني شو تكون؟ موجبة. إذا تكون الساين موجب والكوساين تكون سالبة في الربع الثاني. نيجي على الربع الثالث. بالربع الثالث طلابي طالباتي تكون الكوساين سالبة، وهنا عندك الواي هم سالب والساين هم سالب، فتكون الكوساين سالب والساين سالب. بالربع الرابع طلابي، بالربع الرابع تكون الكوساين موجب والساين سالب. من الأخير يعني الربع الثاني عكس الربع الرابع، والربع الأول عكس الربع الثالث. أوكي، هاي الشغلات أريدك أنت تعرفها وتنتبه لي عليها قلبي أنت. أوكي، جيد أستاذ. قوانين الأرباع: الربع الثاني باي زائد باي ناقص ثيتا، الربع الثالث باي زائد ثيتا، والربع الرابع 2 باي ناقص ثيتا. زين، راح نجي طلاب إلى أول سؤال اللي هو راح يقول لي جد المقياس والسعة. جد المقياس والسعة. طلاب بس خلي أطلع ورقة أريد أكتب بها شغلات ملاحظات مهمة. طلاب حبايب شاركونا اللايف. زين، انتبهوا وياي. الصيغة القطبية، الصيغة القطبية، من أنا أريد أحل صيغة قطبية شنو راح أسوي بالصيغة القطبية؟ انتبه وركز وياي حبيبي أنت. أول شغلة طلاب، حتى أنا أحل الصيغة القطبية، حتى أنا طالب أحل الصيغة القطبية طلاب لازم بالبداية العدد يكون بالصيغة العادية. شنو بالصيغة العادية؟ يعني بصيغة A زائد BI. يعني مرات ينطيك B كسر، أنت لازم تضرب بالمرافق حتى تحول A زائد BI. زين، وراها طلاب شو تسوي لي؟ وراها تكون نقطة، تكتب الصيغة الديكارتية. بالبداية الصيغة العادية اللي هي عبارة عن عدد حقيقي وعدد تخيلي. بعدين أنت شو تكون؟ تكون الصيغة الديكارتية. شنو الصيغة الديكارتية؟ الصيغة الديكارتية هي عبارة عن عدد حقيقي وعدد تخيلي، والعدد التخيلي يكون بدون آي. تكون شلون النقطة؟ هي هاي نسميها الصيغة الديكارتية. تكون شنو؟ تكون بدون نقطة. هاي شنو؟ هاي الصيغة الديكارتية. طلاب خاف يفصل اللايف مباشرة، أنا أفتح مباشرة وراه مباشرة بسرعة. زين، هذه هي الصيغة الديكارتية، تكون عبارة عن A وعن شنو؟ وعن B. جيد. زين طلاب، بعد ما كتبنا الأي وبعد ما كتبنا البي، أوكي، بعد ما كتبنا الأي وكتبنا البي نحدد الربع. نحدد الربع، هل هي الربع أول، ربع ثاني، ربع ثالث، ربع رابع، من النقطة. بعدين نكتب الآر، قانون المقياس يساوي إكس تربيع زائد واي تربيع تحت الجذر التربيعي. بعدها طلاب نطلع الكوساين ثيتا والساين ثيتا. الكوساين ثيتا والساين ثيتا، الكوساين قلت لك تمثل الإكس فتصير إكس على آر، والساين تمثل الواي فنقول له واي على آر. طلاب من الكوساين والساين راح تطلع لي زاوية، هاي الزاوية طلاب نسميها الإسناد. أوكي، لازم نحدد ربعها. أوكي، هاي الإسناد اللي راح تطلع لازم نحدد ربعها. حتى شو نطلع؟ حتى نطلع بعدين شنو؟ السعة. حتى نطلع بعدين شنو؟ بعدين السعة. اللي هنا أنا طلاب أنا جاي أحل فقط مقياس وسعة، مقياس وسعة. بعدني ما واصل لمرحلة الصيغة القطبية. من أوصل لمرحلة الصيغة القطبية بعد أكو خطوة. تمام؟ تمام. انتبهوا وياي.
زين، إذا كان زت 1 زائد جذر 3 آي جد المقياس والسعة. جد المقياس وشنو هو؟ والسعة. شو يريد من يمك؟ يريد من يمك المقياس ويريد من يمك شنو؟ يريد السعة. يعني ما رايد من يمك صيغة تطويل طلاب، رايد من يمك مقياس ورايد من يمك السعة. شو نسوي بالبداية؟ بالبداية لازم عندنا صيغة عادية. زين تعال باوع، هي صيغة عادية لو مو صيغة؟ صيغة عادية. زين أستاذ إذا جاب لي مثل قوس عليه تربيع، لازم نفك القوس مربع حدانية. إذا جاب لك كسر وتحت الكسر بالمقام أكو آي، نضرب بالمرافق إلى أن نسوي صيغة عادية. هنا أنا منطيك إياه كامل. هو شنو هو عبارة عن صيغة عادية. زد شو يساوي؟ 1 زائد جذر 3 آي جذر المقياس والسعة. أول شيء تقول الأستاذ إحنا عندنا عدد مركب اللي هو 1 زائد جذر 3 آي. هسه نكون الصيغة الديكارتية. 1 بجذر 3 بدون آي، لأن الصيغة الديكارتية ناخذ الحقيقي والتخيلي هو وإشارته بس بدون آي ونسويهم على شكل نقطة. حتى هذا يمثل لك منه؟ حتى هذا يمثل لك الإكس، وهذا الشيء يمثل لك يمثل لك الواي. زين، هسه وراها شو نسوي؟ وراها نحدد الربع مالتنا. زين، شلون نحدد الربع طلاب؟ الإكس موجب والواي موجب. الإكس موجب والواي موجب. الإكس موجب والواي موجب، يعني يا ربع ربع أول. إذا طلاب إيش نكتب له؟ نكتب له تقع في الربع الأول. تقع وين طلاب؟ بالربع الأول. جيد، تمام. انتبهوا وياي. هسه نكتب طلاب وراها قانون المقياس اللي هو يقول x تربيع زائد y تربيع يؤدي إلى أن الr يساوي تحت الجذر. ايش قد الx طلاب؟ 1 تربيع 1 زائد الواي ايش قد؟ جذر 3. جذر 3 تربيع يعني جذر 3 في جذر 3 يعني 3 بدون جذر. الار يساوي 1 زائد 3 4. هذا يؤدي إلى أن الار يساوي ايش قد جذر الأربعة؟ 2. لا تكتب موجب سالب لأن هذا ار مقياس وما عندي مقياس بالسالب. دائما يكون المقياس بمن طلابي؟ بالموجب. أوكي زين، الار يساوي ايش قد طلابي؟ الار يساوي 2. بعد ما طلعت الار اللي هو المقياس، بعد ما طلعت الار اللي هو المقياس، اكتب كوساين ثيتا واكتب ساين ثيتا. كوساين ثيتا اكس على ار والساين ثيتا هي واي على ار. اوكي تعال اكتب وياي. نجي نطلع الكوساين ثيتا. هسه احنا طلعنا شنو هذا؟ الار هو نسميه المقياس. زين، هسه شو نطلع؟ نطلع كوساين ثيتا وساين ثيتا. كوساين ثيتا هي عبارة عن x على r والساين ثيتا هي عبارة عن y على r. لا تنسى هاي قوانين الإسناد. أوكي، هاي القوانين اللي أطلع بيها منو؟ أطلع بيها الإسناد. زين، ويساوي الx طلابي 1 والr 2 الواي جذر 3 والار 2. زين، راح نرجع طلابي يا زاوية كوساينها 1 على 2 وساينها جذر 3 على اليمن على 2. باوع يا زاوية كوساينها 1 على 2 كوساينها 1 على 2 الكوساين مالتها 1 على 2 وساينها جذر 3 هاي باي على 3. إذا تقول له أستاذ الثيتا تساوي باي على 3. الزاوية اللي تطلع منها طلاب انتبه وياي الله يخليك اريدك هاي تفتهمها. الزاوية اللي تطلع منها نسميها زاوية الإسناد. الزاوية تطلع من الكوساين والساين نسميها زاوية. هو ما يريد الإسناد، هو شو يريد؟ يريد السعة. زين، السعة شلون نطلعها طلاب؟ من هاي القوانين. السعة هاي قوانين السعة تطلع من هاي القوانين. زين، بيا ربع هي بالربع الأول. ربع أول. إذا طلاب بالسعة بالربع الأول ما بيها قانون، فالإسناد تساوي السعة، يعني السعة راح تصير نفسها الإسناد. أوكي، هاي الإسناد. إذا نقول له يابا السعة شو تساوي لنا؟ باي على 3. خلاص هاي هي طلاب. هو رايد من يمك مقياس وسعة. أوكي بالضبط. عاشت إيدك هبة. بس إذا أكو عندك أسئلة أو شيء
قولي لي لان انا جاي اشرح شويه بسرعه يعني مو معودكم على هذا الشرح. زين طلابي طالباتي انتبه علي. طلاب اذا كان الزت يساوي -1 -i هو المقياس فجد المقياس والسعه. منطيك هنا طلاب العدد المركب. العدد المركب -1 -i. احنا لازم نكتب الصيغه ديكارتيه. ليش؟ لان احنا نحتاج اكس وواي. لازم نكون نقطه لان المقياس يحتاج من يمك اكس ويحتاج من يمك شنو طلابي؟ يحتاج من يمك واي. باوع وياي وانتبه عزيزي الطالب ركز. ايش قد الحقيقي؟ الحقيقي -1 تاخذه هو واشارته. زين ايش قد التخيلي؟ التخيلي تاخذه ايش قد التخيلي؟ هبه احكي لي. هبه ايش قد التخيلي راح اخذه هنا؟ لا بالضبط عاشت ايدك. كل زين طلاب. -1 -1 اوكي. ليش -1؟ الاي ما ناخذه بالصيغه الديكارتيه معلمكم عليها حتى بالمراجعه المركزه من نزلت لكم اياها على القناه. حكيت لكم على الصيغه الديكارتيه والصيغه العاديه. عاشت ايديكم كل زين. زين طلاب الاكس سالب والواي سالب. يا ربع حدد لي الربع. الاكس سالب والواي سالب. استاذ هاي ربع ثالث. اذا طلابي شو نقول له؟ نقول له في الربع الثالث. اذا زاويتي العفو اذا الشغل مالتي كله وين؟ بالربع الثالث. نكتب هسه الار يساوي تحت الجذر اكس تربيع زائد الواي تربيع. ار يساوي تحت الجذر التربيع. ايش قد الاكس؟ -1 تربيع والواي -1 تربيع يؤدي الى ان الار يساوي التربيع يوخر -1 زائد 1 يؤدي إلى أن الآر يساوي جذر 2. والجذر 2 مو تكتب لي إياها 2. الجذر 2 ما تطلع حبيبي أنت. جذر 2 ما تطلع من تحت الجذر التربيعي. أوكي زين. شو اسمك هبه بس إذا تقدرين بس كتبي القناة مالت اللي بس أثبتها بس كتبيها من يمك. زين اذا طلاب الار جذر 2. هسه طلاب ايش نكتب؟ نكتب كوساين ثيتا ونكتب الساين ثيتا. الكوساين ثيتا هي اكس على ار والساين ثيتا هي واي على ار. طلاب ايش قد الاكس؟ الاكس -1 والار جذر 2. بابا ايش قد الواي؟ الواي -1 والار جذر 2. مالك دخل بالاشاره. الله يخليك الاشاره مالك دخل بيها. يا زاوية كوساينها 1 على جذر 2 وساينها 1 على جذر 2. كوساينها 1 على جذر هاي الثيتا باي على 4. إذا تقول لي أستاذ الثيتا تساوي باي على شنو؟ باي على 4. تمام؟ شو تقول لي؟ باي على 4. طلاب هاي القناة مالتي مالت اللي بس خلي أثبت لكم إياها ثواني. القناة مالتي ضروري تشتركون بها لأن ننزل بها كل الملخصات والمرشحات وهاي المقاطع تنزل لكم هناك على القناة إن شاء الله. والفصل الخامس إن شاء الله اليوم ينزل لكم إن شاء الله بال10 بال11 هو نازل لكم. رفعته بعد ما بقى شيء وينزل. إذا طلاب الثيتا تساوي لي باي على من طلابي؟ باي على 4. الباي على 4 هي شو نسميها؟ شوف الزاوية تطلع من الكوساين والساين نسميها اسناد. هاي لازم نشوفها بيا ربع. بيا ربع هي ربع ثالث. يعني أنا أريد السعة طلاب. السعة منين تطلع؟ من قوانين الأرباع. لو كانت بالربع الأول السعة نفسها الإسناد. بس بما أنه السعة الإسناد بالربع الثالث إذا السعة تطلع منين؟ من الربع الثالث. نقول له باي زائد ثيتا. إذا نقول له السعة تساوي باي زائد ثيتا ويساوي الباي تنزل زائد
الثيتا هي باي على 4. من تلقي كسر، انتبه على هاي القاعدة، من تلقي كسر، عيوني انت قلبي انت انتبه وياي، من تلقي كسر وهنا فتشي بوحدة، لا توحد لي مقامات مباشرة. ايش قد المقام عندك هنا؟ مو 4، نزل لي 4. دائما العملية من هنا ضرب، ومن هنا لو جمع لو طرح حسب الموجود. 4 في باي 4 باي زائد باي 5 باي على 4. هي هاي من طلابي، هي هاي السعة. جيد. هسه الطلاب قال لك عبر بالصيغة القطبية. اهو هسه قبل كان يريد من يمك مقياس وسعة، هسه سوى لك طلب من يمك صيغة قطبية. طلاب هنا هسه انت ايش راح يصير عندك؟ راح تصير عندك خطوة إضافية. العفو. شوف ركز وياي عيوني انت. احنا بالصيغه القطبيه بالبدايه من كنا نريد نطلع المقياس ونطلع السعه، كنا نوصل لهنا نسوي صيغه ديكارتيه، نطلع الار، نطلع الكوساين والساين، نطلع الاسناد، بعدين نجيب السعه. هسه طلاب راد من يمك صيغه قطبيه، من يقول لك صيغه قطبيه كل الخطوات تكتبها وتطلع السعه، وبالاخير تكتب خطوه اضافيه اللي هو قانون الصيغه القطبيه. زين. شنو استاذ قانون الصيغة القطبية؟ قانون الصيغة القطبية يقول Z يساوي R افتح قوس كوساين ثيتا زائد I ساين ثيتا. زين استاذ هاي الثيتا مال الاسناد لو مال السعة؟ لا طلاب، بس صعد لي فوق مالت من؟ مال السعة. فهاي الزاوية طلاب هاي مال السعة. يلا ورقتك وقلمك، ورقتك حبيبي انت وقلمك. من يقول لي اريد الصيغه القطبيه نكتب كل القوانين مال المقياس ومال السعه، وبالاخير نكتب الخطوه الاضافيه اللي هي من هي؟ اللي هي الصيغه القطبيه، قانون الصيغه القطبيه. زين استاذ قانون الصيغه القطبيه بس اكتبه؟ لا، تعوض بيه 3 شغلات، تعوض بيه شغلتين، تعوض بيه الثيتا وتعوض بيه الار. اوكي، تعوض بيه الثيتا وتعوض. زين الثيتا مالت من؟ مال السعه. اوكي، مالت من هاي الثيتا مالت من؟ مال السعه اكيد. اوكي تمام، جيد جدا. ركز وياي هسه اريدك تركز وياي، خصوصا طلاب الدوره الالكترونيه، عيونيكم ركزوا وياي، الله يخليكم. ركز وياي وما بيها شيء ترى والله العظيم كل سهله. زين، عبر بالصيغه القطبيه. ايش قايل لك؟ ترى سؤاله صريح، ده يقول لك اريد صيغه قطبيه. بالبدايه تحلل الشغلات مالتنا مقياس وسعه ونفس الوضع. اوكي يلا تعال بالبدايه نكون نقطه مكونه من اكس وواي، صيغه ديكارتيه سالب 2، الاشاره اهم شيء ب2 بدون اي. زين بشرفك الاكس سالب والواي موجب، الاكس سالب والواي موجب. طلاب الاكس سالب والواي موجب، اذا وين؟ بالربع الثاني. نحدد الربع مالتنا، ربع تقع في الربع الثاني. اوكي، وين موجود؟ موجود بالربع الثاني. هبه عاشت ايدك، تعبناك هواي. زين وين؟ بالربع الثاني. تمام طلاب؟ تمام. زين طلاب هسه نكتب الار يساوي اكس تربيع زائد الواي تربيع، ار يساوي تحت الجذر. انتبه وياي فدوى قلبك، الله يخليك الله يخليك، انتبه وياي فدوى، انتبه وياي، لان راح احكي ملاحظه مهمه جدا. الله يسلمك. سالب 2 الاكس ايش قد؟ سالب 2 طلاب تربيع زائد الواي هي 2 شنو؟ 2 تربيع، يؤدي الى ان الار يساوي تحت الجذر. بابا السالب التربيع يوخر السالب فتبقى 2 تربيع 4
زائد 2 تربيع هم 4. إذا طلاب الآر يساوي جذر 4 زائد 4 هي 8. طلاب هذا الجذر لازم أحلله، أي جذر من 8 وفوق لازم نحلله. أوكي؟ أي جذر من 8 وفوق لازم شو أسوي؟ أقيم عليه عملية شنو؟ عملية التحليل. ركز وياي، ركز وياي. جذر 8 أجي آخذ 8 أحللها على 2 زوجي بيها 4 على 2 بيها 2 على 2 بيها 1. شنو نوع الجذر؟ تكعيبي لو تربيعي؟ إذا تكعيبي تاخذ من كل 3 مشابه 1، أما إذا تربيعي تاخذ من كل 2 مشابه 1. إذا تاخذ لي هنا 1 فيصير عندك 2. اللي بقى بواحدة طلاب يصير تحت الجذر، فالجذر 8 مالتك هي 2 جذر 2. أوكي؟ فتقول الأستاذ الآر يساوي 2 جذر 2. وقلنا الآر ما نكتب عليه موجب سالب، ما يصير، عيب، ما يصير. يعني الآر عبارة عن مقياس ما يكون بالسالب. أوكي طلابي؟ أوكي زين طلابي، هذا هو الآر. جيد جيد. هسه طلاب راح نطلع الكوساين ثيتا والساين ثيتا. الكوساين ثيتا هي اكس على ار، عيوني انتم، والساين ثيتا هي واي على ار. يلا عيني، يلا قلبي. ايش قد الاكس؟ الاكس سالب 2 والار هي 2 جذر 2 يؤدي هاي تختصر بها 1 وهاي تختصر تروح، فيبقى سالب 1 على جذر 2. الواي ايش قد طلاب؟ الواي ايش قد؟ فدوة انتبه، فدوة انتبه علي، انتبه. الواي ايش قد؟ الواي استاذ الواي 2 على الار اللي هو 2 جذر 2. هذا وهذا يروح، اذا يصير عندك 1 على جذر 2. زين، مالك دخل بالاشارات قلبي انت. يا زاوية كوساينها 1 على جذر 2 وساينها 1 على الباي على 4 اللي هي من طلاب؟ اللي هي ال45. هاي الزاوية اللي تطلع من الكوساين والساين هي مال الاسناد. انا ما اريد الاسناد ترى، شريد اريد السعة. الاسناد لازم نحدد ربعها. شوف راح احكي حكايه، انتبه بس، انتبه ركز، اخذ نفس، راح احكي حكايه كبيره. بالصيغه القطبيه، من تريد تاخذ الصيغه القطبيه، الاسناد هاي الاسناد ام الكوساين لازم تشوفها بيا ربع وتطبق عليها قوانين الارباع، لان انت راح تطلع السعه. انت تريد تطلع السعه، فهاي القوانين مال الارباع هي مالك من طلاب، مال السعه، بس مال السعه. تمام تمام جيد. اذا طلاب راح نجي هنا يا ربع، تقول لي استاذ ربع ثاني. بالربع الثاني السعه مو هي نفسها، الربع الثاني السعه باي ناقص ثيتا. اذا تقول لي استاذ السعه لا اله الا الله، السعه هي باي ناقص ثيتا. اوكي زين، الباي ينزل ناقص الثيتا هي باي على من؟ على 4. إذا طلابي السعة تساوي الأربعة ينزل 4 في باي، 4 باي ناقص باي هي 3 باي. هاي هي الزاوية مالت من؟ مال السعة. إيش رايد من يمي؟ لو قايل لي أريد بس مقياس والسعة كان اللي هنا وتوقفت وخلصت. بس هو إيش رجع؟ إيش جاوب وإيش حكى؟ رجع جاوبنا جواب إيش قال؟ بس انتبه وياي يا طلاب. انتبه وياي قلبي انت حبيبي. اوكي القناة مالت اللي ثبتت لكم اياها، هواي راح تفيدكم حبايب. ضروري تشتركوا، لازم تشترك بيها، لازم. انت كطالب تمهيدي ما تشترك بالقناة مالتي ما تنجح بالرياضيات، لان راح اسوي شغلات بالرياضيات مو طبيعية، راح انزل مرشحات هي اللي راح تجي 100%. اوكي زين، السعة تساوي 3 باي على 4. زين هسه ايش راح نكتب طلاب؟ هسه يريد من يمك الصيغة القطبية، يريد من يمك الصيغة القطبية. شنو الصيغة القطبية طلابي؟ الصيغة القطبية هاي، شوف تكتب القانون مالتها، هاي الصيغة القطبية تكتب القانون مالتها
وتعوض الار والثيتا. زين الثيتا مالت من نعوض؟ مال الساعة. حبيبي انت قلبي انت عمري. زين راح نقول له استاذ زد تساوي ار كوساين ثيتا زائد اي ساين ثيتا. اعوض شغلتين، اعوض الثيتا واعوض الار. زين الثيتا مالت من هاي؟ لا مال الساعة، مال الساعة. اوكي حبيبي، اوكي قلبي، تمام. انتبه وياي وركز، ركز حبيبي. زد تساوي الار طلابي 2 جذر 2. الكوساين تنزل ايش قد الثيتا؟ 3 باي على 4. الاي ساين ايضا طلابي 3 باي على 4. تمام تمام، واضح واضح. اذا طلاب عوضت الار وعوضت الثيتا. جيد. اكو احد عنده سؤال؟ هبه فهمتيها لو لا؟ واضحه طلاب؟ زين. هسه طلاب ده يقول لك عبر بالصيغه القطبيه. تمام ماشي طلاب حبايب، بس سووا لنا مشاركه لللايف بس حتى ما يفصل، حتى المحاضره تنزل لكم كامله مسجله. وايدك العايشه ربي يحفظكم ان شاء الله يا رب العالمين. زين هسه طلاب عبر بالصيغه القطبيه. ايضا طلاب هنا راح نجي نسوي الصيغه الديكارتيه 2 جذر 3 بسالب 2. هذه هي طلاب الاكس، هذا هو الاكس وهذا هو شنو؟ وهذا هو الواي. تمام تمام. انتبهوا وياي، اول شيء نحدد الربع مالتنا يا معود. نحدد شنو الربع مالتنا. الربع مالتنا هل هو ربع اول، ربع ثاني، ربع ثالث؟ شوف الاكس موجب والواي سالب. الاكس موجب والواي شنو طلاب؟ والواي سالب. دقيقة ثواني وياك. الاكس موجب والواي سالب. الاكس موجب والواي استاذ ربع رابع. اوكي ربع رابع. اذا هاي طلابي ربع رابع. جيد جيد ممتاز. هسه نجي نكتب طلاب الار اللي هو المقياس تحت الجذر التربيعي اكس تربيع زائد واي تربيع. ار يساوي تحت الجذر. طلاب الاكس 2 جذر 3. هبه 2 جذر 3 اذا اربع ايش قد يطلع؟ مالش دخل بالتعليقات، روحي ربعيه بوحدك. يلا طلاب شوف انتبه علي طلاب. 2 جذر 3 ممتاز عاش ايديكم. 2 جذر 3 تربيع معناها الاثنين تربيع على الاثنين والتربيع على جذر 3. 2 تربيع 4 جذر 3 تربيع يعني جذر 3 في جذر 3 3 بدون جذر بيناتهم ضرب 4 في 3 12. اوكي كل الزين. عاشت ايدك شبه، عاشت ايدك. كل الزين كل الزين كل الزين. عاشت ايدك. انا اخاف من هاي الشغلات. 12 زائد الواي ايش قد؟ سالب 2. سالب 2 تربيع، التربيع يوخر السالب فتصير 2 تربيع هي 4. زين فيطلع الار يساوي تحت الجذر 12 زائد 4 16. اذا الار طلابي يساوي 4. لا تكتب موجب سالب، دير بالك لان هذا مقياس والمقياس ما عندي بالسالب. المقياس. جيد جيد جدا. هذا طلابي هو شنو؟ هو المقياس. هو شنو المقياس؟ نطلع طلاب الاسناد اللي هو كوساين ثيتا والساين ثيتا. الكوساين هو اكس على ار
والساين هو واي على ار. ايش قد الاكس، ايش قد الواي، ايش قد السوالف مالتنا. الاكس 2 جذر 3 والار 4، هاي بيها 1 وهاي بيها 2 فيساوي جذر 3 على 2. الواي ايش قد؟ سالب 2. الار ايش قد؟ 4. يلا هاي بيها 1 وهاي بيها 2 ويساوي سالب 1 على 2. هسه نجي لمن نطلع الاسناد او في الزاويه او في العفو او في الاشارات، ما لك دخل فيها حبيبي انت عمر. خلنا اطلع لك الزاويه، خلنا اطلع لك الزاويه. دقيقه اصبر لي. باور يا زاويه كوساينها جذر 3 على 2 ويا زاويه ساينها 1 على 2. يا زاويه ساينها 1 على 2 كوساينها جذر هاي الباي على 6. اذا طلاب الثيتا الاسناد مالتي هي باي على 6. زين هي بالربع يا ربع طلابي، بالربع الرابع. بالربع الرابع شنو القاعده مالتي؟ القانون مال السعه، انا اريد اطلع السعه 2 باي ناقص ثيتا. اذا طلاب السعه استاذ يصير ما نطلع السعه؟ لا حبيبي، لان هي الصيغه القطبيه تاخذ زاويتها من السعه ما تاخذ زاويتها من الاسناد. احنا لازم نطلع السعه. السعه اذا كان بالربع الاول السعه هي نفسها الاسناد. اوكي زين. الزاويه مالتنا 30 اللي هي الباي على 6 بيا ربع تقع في الربع الرابع. زين طلاب هسه نجي نكتب القانون مالتنا 2 باي ناقص ثيتا يؤدي الى ان ال 2 باي تنزل ناقص الثيتا ايش قد؟ باي على 6 ويؤدي الى ان الستة تنزل طلاب. 6 دائما هاي منها طلابي هاي ضرب. اوكي هاي منها دائما ضرب دائما وابدا. 6 في 2 12 باي ناقص باي هي 11 باي. اذا طلاب الزاويه مالتي هي 11 باي على 6. اذا السعه مالتي هي 11 باي على 6. شو يريد هو من يم الصيغه القطبيه؟ اكتب قانون الصيغه القطبيه زد يساوي ار افتح قوس كوساين ثيتا زائد اي ساين ثيتا. زد يساوي شنو اعوض؟ اعوض شغلتين، اعوض الثيتا واعوض الار. اعوض الثيتا واعوض شنو طلاب؟ واعوض الار. زين الثيتا مالت من؟ اكيد مال السعه طلاب. اوكي ايش قد الار؟ 4. عوض لي اياه. الكوساين تنزل زائد اي ساين. وانتبه وياي وركز. الثيتا ايش قد؟ 11 يعني لا اله الا الله والله سوي جبت بالباكيت. وين كتبين؟ 11 باي على 6 وهنا ايضا 11 باي على اليمن على 6. واضح؟ واضح. هاي خلصنا. قبل لا ابدي بمبرهنة ديم اوفر اريد انطيك سؤال. قبل لا ابدي بمبرهنة ديم اوفر اريد انطيك سؤال طلابي. القناة مالتي مالت لي ضروري تشاركوا لي اياها بالجروبات مالتكم انتم طلاب الخارجي، لان هواي راح تفيدكم. لان اليوم راح انزل الفصل الخامس ان شاء الله تصوير كامل. فبس شاركونا اللايف حبايب الكل هسه الموجودين هنا. اي والله ما اعرف شنو السبب، والله سوني جبتها. طلاب قبل لا اخذ مبرهنة ديم اوفر انتبه وياي. هاي الملاحظة فدوى سجل لي اياها، فدوى سجل لي اياها. عاشت ايديكم حبايب على المشاركة، شكرا لكم حبايب ربي يحفظكم. شوفوا شنو عندك هنا. عندك مثل اقول لك عبر بالصيغة، عبر بالصيغة القطبية، عبر بالصيغة القطبية لصفر زائد اي. حلو. والله هسه بس خل اروح اخليه يم الصبا واجي ثواني بس اعطيهم لاخوي، لان والله استوني جبتهم. هسه ثواني حبايب وهم يعني اشرب مي واجيكم.
زين طلاب، هنا طلاب انتبه وياي وركز حلو. والله ما جاي اشرح سرعة، والله على كيف جاي اشرح. يلا طلاب، هنا طلابي انتبه علي، يقول لك عبر بالصيغة القطبية. أول شيء نطلع الصيغة الديكارتية. الصيغة الديكارتية هي 0 بواحد. الله يخليك هاي انتبه لي، هنا عندك واحد بدون آي تاخذ. زين انتبه وياي بس فدوة، بس انتبه، بس يطلع عندك سجلها يمك ملاحظة، بس يطلع عندك 0 بالإكس أو الواي أكو 0 لا تكتب بيا ربع، لأن الزاوية راح تطلع لك دائرية. شلون استاذ حبيبي باو، احنا مو عندنا نوعين من الزوايا، طول بالك وياي ما يخالف حبيبي ما يخالف، حتى لو شويه نتاخر عادي، لان هاي الملاحظه كلش مهمه. شوف احنا مو عندنا نوعين من الزوايا، ترى احنا صار ساعه من نحل، لو تطلع لك باي على 6، لو تطلع لك باي على 3، لو تطلع لك باي على 4 زاويه الاسناد. اوكي بس طلاب انتبه علي، بس تطلع لك باور. وين هو السؤال همين ها، بس يطلع لك بالإحداث يا 0 راح تطلع لك الزاوية دائرية، وإذا الزاوية دائرية ما نشوفها بيا ربع. اكتب يمك، إذا الزاوية طلعت دائرية يعني 0 أو باي على 2 أو باي أو 3 باي على 2 أو 2 باي ما نشوفها بيا ربع. طلاب سجلها يمك، الزاوية الدائرية ما نشوفها بيا. ليش؟ لأن الزاوية الدائرية ما تصير بالربع، تصير على رأس الربع، فما نشوفها بيا ربع احنا. اوكي تمام. يعني شنو استاذ؟ يعني الاسناد هي نفسها السعه، ما راح استخدم قوانين السعه اذا كانت الزاويه دائريه. جيد. واضحه لو ما واضحه طلاب؟ الملاحظه واضحه لو لا؟ الملاحظه واضحه لو ما واضحه؟ زوايا دائريه ما نشوفها بيا ربع، ممنوع. اذا عندك 0 بالاحداثيات يعني شنو طلاب؟ جيد. مرات يعطيك اياه بس آي طلاب، مرات يعطيك اياه بس آي. احنا شو نسوي؟ نخلي له 0 زائد آي حتى شو يصير عندي؟ حتى يصير عندي صيغه عاديه. او مرات يعطيك اياه سالب آي، احنا شنو نكتبه 0 ناقص آي لازم. اوكي اعيد كل زي مرات يعطيك اياه مثلا 3 او مثلا 3 شو تحط زائد 0 آي حتى يصير صيغه عاديه، بعدين تصير عندك النقطه 3 بصفر. هاي الشغلات حلوه لا تدوخ بيها ابد. يلا تمام، يلا حبيبي. تقول لي استاذ هاي الاكس وهاي الواي نشوفها بيار. لا استاذ، ما دام الاحداث الصفر راح تطلع شنو؟ دائريه. الار يساوي تحت الجذر اكس تربيع زائد واي تربيع. الار يساوي تحت الجذر 0 تربيع هو 0، 1 تربيع 1 جذر الواحد، ار يساوي 1. جيد جدا. الار ايش قد يساوي لطلابي؟ استاذ الار الله يخليك لا تدوخنا ولا ندوخك، الار يساوي 1 جذر الواحد 1. هسه نطلع الكوساين ثيتا ونطلع شنو طلاب؟ ونطلع الساين ثيتا. زين الكوساين طلاب هي اكس على اليمن على ار، والساين هي واي على اليمن على ار. ايش قد الاكس؟ 0 على 1، 0 على اي كميه هي 0. زين الواي ايش قد طلاب؟ الواي 1 على اليمن على الار 1 ويساوي 1. انتبه وياي، يا زاوية كوساينها 0 بواحد، 0 بواحد، يعني بالبداية الكوساين نكتبه بعدين الساين، 0 بواحد، يا زاوية كوساينها 0 والساين مالتها 1. تعال يا زاوية كوساين هاي 0 بسالب 1، هاي استاذ كوساينها 0 وساينها 1، هاي الباي على 2. اذا زاويتك شنو طلعت؟ دائرية، فما تشوفها بيا ربع، فتقول الاستاذ الثيتا هي باي على 2 والسعة ايش قد؟ والسعة هم باي على 2.
دائما السعة تساوي الزاوية الدائرية. اوكي، السعة هي نفسها بالاسناد اذا كانت الزاوية دائرية. باي على 2 اللي هي زاوية 90. زاوية 90 زين جيد. اوكي، هسه وراها نكتب الصيغة القطبية. زد يساوي ار افتح قوس كوساين ثيتا زائد اي ساين ثيتا. زين، زد يساوي الار ايش قد طلاب؟ 1. اذا 1 بنكتبه كوساين الثيتا ايش قد؟ باي على 2 زائد اي ساين الثيتا ايضا باي على 2. واضح؟ واضح. تمام تمام جيد جيد. انتهى الموضوع عندك. وين وصلت لك؟ ختمت لك الصيغه القطبيه. ختمت لك شنو؟ ختمت لك الصيغه القطبيه. بقالي مثال واحد اريد اخذ لك اياه. لا ما اخذه هسه فبعدين ناخذه. هسه وين طلاب وصلت؟ وصلت الى مبرهنه دي موفر. اخذ استراحه ربع ساعه وارجع لكم. اوكي، هسه بيش الساعه؟ بالعشرة و18 دقيقه. بالعشرة و38 دقيقة. بالعشرة و38 دقيقة يعني بالعشرة و40 دقيقة أنا أفتح لايف. أوكي، أكو واحد عنده سؤال طلاب؟ طلاب اللي يريد يشترك ويانا بالدورات الإلكترونية حاليا يعني راح نفتح دورة جديدة سواء الأهل الصباحي سواء الأهل التمهيدي بعد التمهيدي إن شاء الله. وهاي القناة مالتي مالت اللي هواي راح تستفادون من يمها. أكو واحد عنده سؤال طلاب؟ زين طلاب، إذا طلاب احنا وياكم ان شاء الله بمبرهنة دي موفر بعد تقريبا 20 دقيقة. بالعشرة و40 دقيقة ضبط انا افتح. وشوية شباب شاركونا القناة مالتنا حتى يستفاد اكبر عدد من الطلاب. خطية لان طلاب التمهيدي والله يعني مشكلة. والله انا يوميا افتح يعني حاليا بس هاي شوية هاي الايام يعني جاي اصور فما جاي الحق. ان شاء الله اذا هسه قدرت ارفع لكم الفصل الخامس. صورت لكم اياه تصوير يخبل. سويت لكم اياه جزئين. اذا هسه رفعت مبرهنة دي موفر تجيك ايش كم على ايش كم صيغة؟ على شكلين. الشكل الاول شوف انتبه علي. الشكل الاول لمبرهنة دي موفر يجيك بهذا الشكل. باوع كوساين ثيتا زائد اي ساين ثيتا. هبه هاي شنو هاي؟ هاشتيدش هلا وسندس. هاي شنو هاي هبه؟ هاي صيغه قطبيه يعني يجيب لك اياها صيغه قطبيه. هو حال لك اياها ومكملها مطلع لك الصيغه القطبيه. وشنو هنا طلاب عندك؟ ويرفع لك اياها الى اس. هذا الشكل الاول. نعيد استاذ. طلاب الشكل الاول ينطيك صيغه قطبيه وفوق الصيغه القطبيه اس. هذا الان. زين، خلوا طلاب نتعرف على هذا الان. هذا الان شنو طلاب؟ هذا الان يقول لك لو عدد موجب لو عدد سالب. هذا الان طلاب لو يكون عدد موجب لو يكون شنو طلاب؟ لو يكون عدد سالب. اوكي، بس ثواني طلاب خليني اثبت لكم القناه مالتي مال التلي حتى الكل يشترك بها والكل يستفاد. اوكي طلاب؟ زين، فالان هي موجب وشنو ممكن تكون عدد موجب وممكن شو تكون؟ ممكن تكون عدد شنو؟ عدد سالب. هاشت ايدك شبه. هاشت ايدك. ربي يوفقك ويحفظك يا رب العالمين. شوفوا هبه شوفوا طلاب. هذا الان يكون لو عدد موجب لو عدد شنو طلاب؟ لو عدد سالب. لو عدد موجب لو عدد سالب. هذا الان بس ما يكون كسر طلاب. اهم شيء ما يكون كسر. لان اذا صار كسر معناها صار نتيجه مبرهنه دي موفر. انا هنا ما اتعامل وياه انا جاي احكي ويا دي موفر مبرهنه دي موفر. فالشكل الاول لمبرهنه دي موفر تجيك صيغه قطبيه مرفوعه الى اس.
تجيك صيغه قطبيه شلون اتعامل وياها؟ تعال وياي. اهم شيء انت تكون تعرف انه ديم اوفر شكلين، لو بهذا الشكل لو الشكل الثاني، الشكل الثاني اوفى خليه يولي ولا دخل. هسه نجي هنا تمام. او اهم شيء هذا الاس لو يكون موجب عدد اعتيادي موجب او يكون سالب. تمام تمام. تعال يمنا هاي نبقيها يمنا نحتاجها شويه. ونجي هنا طلاب انتبه علي وسجل الملاحظات وياي وحده وحده. شوف حبيبي انت شوف قلبي باوع حبيبي. هنا شنطاك استاذ هاي الصيغه قطبيه، استاذ هاي الصيغه ورفع لك اياها الى اس. استاذ هذا الشكل الاول لمبرهنه ديم اوفر. اوكي هذا الشكل الاول باوع. ابد لا تخربط، ابد لا تخربط. نعطيك الشكل الاول صيغه قطبيه وفوقاها شنو حبيبي انت عمري؟ وفوقاها اس. صيغه قطبيه وفوقاها شنو؟ وفوقاها اس. تعال شلون نتعامل وياها طلاب؟ هاي الاربعه نجي نضربها هنا ونضربها هنا. هذا الاجراء مالتك. كل شيء ما تسوي. زين استاذ ما نطلع صيغه مقياس؟ لا 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 طلاب هو حال لك اياها، هو مطلع لك المقياس ومطلع لك السعه وكاتب لك الصيغه القطبيه، يعني الخطوات كلها مسوي لك اياها. انت تبدي من الصيغه القطبيه وتكمل. واضح واضح زين كلش حلو. باوع انتبه علي هسه راح نجي نضرب هذا هنا أنا انزل القوس كوساين ينزل 4 في 3 هي 12 باي على 8 زائد. طبعا طلاب هنا بس تكتب اي ساين، بس تكتب اي ساين. ايش كتبت هنا؟ تكتب هنا نفسه بالضبط. لا مو كتبت 12 باي على، ماكو داعي تكتبها مره ثانيه تجي توزع وما اعرف شنو وتحسب قبل. نفس الشيء بس هنا اكو كوساين هنا اي ساين. هذا المقدار دائما وابدا يطلع نفس الشيء. اوكي زين. اول شغله طلاب هنا من توصل لهاي المرحله تنزل الاس اكو شيء اسمه نقول له يا زاويه، ندق الباب على الزاويه. اول ما تنزل الاس تدق الباب على الزاويه تقولها يا زاويه بيك اختصار لو ما بيك اختصار. هواي طلاب يعرفون هاي الخطوه، وهاي الخطوه هي اهم خطوه. اوكي هاي الخطوه هي اهم خطوه عندك. يا زاويه بيك اختصار لو ما بيك اختصار. واضح واضح. شوف ال 12 وال 8 على 2 بيها 6 على 2 بيها 4 على 2 بيها 3 على 2 بيها 2. اذا صارت 3 على 2 وهاي 100% همين 3 على اليمن 3 على 2. فاجي اكتب كوساين 3 باي على 2 زائد اي ساين 3 باي على اليمن على 2. انتهى السؤال عندك طلاب انتهى. شوف طلاب هاي هنا أنا جاي تحل انت ديم اوفر هم لازم تشوف الزاويه بيا ربع، بس مو تستخدم القوانين ذنيك مال السعه، لا هنا تستخدم تشوفها بيا ربع حتى تخلي اشارات. زين اذا طلعت لك الزاويه دائريه 0 لو 90 لو 180 لو 270 لو 360 ما نشوفها بيا ربع. تعال طلاب طلعت لك الزاويه دائريه، الزاويه 3 باي على 2 270، الزاويه 3 باي على اليمن على 2 270. اذا طلابي طالباتي فدوى قلبكم هاي زاويه دائريه ما نشوفها بيا ربع. مباشره تقول الاستاذ هاي 3 باي على 2 الكوساين مالتها 0 والساين مالتها -1. يلا تعال ايش قد كوساين 270؟ تقول لي 0. زين زائد ايش قد الساين مال ال 270؟ -1. تقول لي -1 والاي لا تنساه هذا كله مال الساين، بس الاي تخلي لي اياه بالاخير. فراح يصير عندك 0 موجب في السالب -1 في اي خلص السؤال عندك. زين استاذ محتمل يجيب لي اياه بالتمهيدي؟ محتمل حبيبي انت ليش ما يجيب لك اياه؟ يجيب لك اياه واريدك ابد ما تخربط. اوكي راح تنزل لكم على القناه مالتي مال التلي، راح تنزل لكم كامله حبايب انتم، راح انزلها كامله على القناه مالتي مال التلي. الله يخليكم.
كلها راح تنزل لك كاملة. أوكي، ثبت لكم القناة. جيد. هسه نجي طلاب هنا. أستاذ هذا هم ديم اوفر. يابا تعال انت شلون عرفته؟ استاذ شنو هو؟ صدق كذب. منطيني صيغه قطبيه، منطيني صيغه قطبيه وفوقها اس، وهذا الاس ممكن يكون موجب لو سالب. شلون نتعامل وياها؟ استاذ حبيبي انت، نتعامل وياها بطريقه مبسطه جدا. هذا الاس ينضرب هنا، هذا الاس ينضرب هنا. كوساين تنزل 4 في 5 20 ينضرب بالبسط مو بالمقام. اوكي، بس بالبسط. انتبه، 4 في 5 20 باي على 24 زائد اي ساين. هاي نفس الشيء، ما دام هنا كتبت 20 باي على 24 اذا هنا همين 20 باي على 24. قبل اول ما ننزل الاس ندق الباب على الزاويه. يا زاويه بيك اختصار، لو ما بيك اختصار لا تنسى هاي الخطوه. زين استاذ اذا نسيته غلط، السؤال كله يصير عندك. ال20 وال24 اثنيناتهم يقبلون القسمه على اليمن على 4. على 4 طلاب، على 4 بيها 5 وعلى 4 بيها 6. اها، انتبه وياي في دول قلبك، انتبه. اني اخاف من هاي الشغله. كوساين 5 باي على 6 زائد الاي ساين 5 باي على 6. طلاب اسألك بالله عندنا زاوية 5 باي على 6؟ لا استاذ حبيبي، استاذ احنا ما عندنا زاوية 5 باي على 6. استاذ احنا عندنا زاوية باي على 6. استاذ احنا عندنا زاوية باي على 6. بعد استاذ هاي الخمسة شنو مخلي لي اياها هنا؟ هاي الخمسة حتى نعرف الزاوية بيا ربع، بس مو تستخدم قوانين الأرباع، لا، نشوف الزاوية بيا ربع حتى نخلي إشارة للكوساين والساين. افتهمت الكلام لو لا؟ طلاب افتهمتوا الكلام لو ما افتهمتوه؟ بس ركز وياي. انتبه، ركز طلاب وياي. الكوساين 5 باي على 6، اي ساين 5 باي على اليمن على 6. طلاب احنا ما عندنا زاويه 5 باي، احنا عندنا زاويه باي على عد. هاي شنو هاي الخمسه؟ هاي الخمسه حتى نشوفها بيا ربع، بس مو تستخدم قوانين الارباع، ذنيش قوانين الارباع مال الساعه. هنا نشوفها بيا ربع بس نخلي اشاره للكوساين والساين. زين استاذ زاويتنا ايش قد؟ بابا زاويتك باي على 6. اوكي تعال هاي الخمسه اعتبرها ما موجوده، خلي تولي. انتبه وياي، ايش قد كوساين الباي على 6؟ كوساين الباي على 6 جذر 3 على 2. جذر 3 على 2 زائد ايش قد ساين الباي على 6؟ استاذ ساين الباي على 6 الساين مالتها 1 على 2، ولا تنسى تخلي لي الاي بالاخير. زين جيد. هسه طلاب لازم نشوف الزاويه بيا ربع. شلون نشوفها بيا ربع؟ هي ايش قد عندك؟ 5 باي على 6. الخمسه تنزل في الباي على 6 ايش قد طلاب؟ 30. صفر ينزل 3 في 5 15، طلعت 150. يلا الكل يجاوب ال 150 بيا ربع. الكل يجاوب ال 150 بيا ربع. ال 150 بيا ربع طلاب. مية وخمسين ربع ثاني. ليش؟ لأن هاي منا لهنا 180 ترجع هنا، هاي 150 بالربع الثاني. إذا طلابي ربع شنو هو؟ ربع ثاني، لأن الربع الأول من الصفر لل90، من ال90 لل180، من ال90 لل180 موجود ال 150. جيد. إذا الربع ثاني، مو تروح تقول لي والله ربع ثاني تجي تقول لي باي ناقص تيتا تستخدم قوانينك، لا هذه شمال الساعة، دير بالك. هنا أنا حتى بس نخلي إشارة أستاذ بالربع الثاني، أنا أجيب لك الإشارات مال الربع الثاني، بس تحملني
الله يخليك، جدول قلبك ضابط. الربع الثاني تكون الكوساين سالب والساين موجب. الكوساين شو تكون؟ سالب، اخلي لها سالب، والساين تكون موجب. هاي انتهى. شفت شلون الحل حلو؟ شلون يخبط؟ زين استاذ، لو طلعت الزاويه دائريه، اذا طلعت الزاويه دائريه ما تشوفها بيا ربع. واضح؟ لان الاشياء ثبتها يمك الله يخليك. اوكي؟ فانتبهوا على هاي الاشياء. عاشت ايديكم. زين. تمام. اذا طلاب خلاص هذا هنا. احسب. هاي اريدها، هاي هنا يمي تبقى، لان الورقتين اريدهم هاي. احسب باستخدام اكيد. شوف طلاب شنو جاب لك هنا؟ صيغه قطبيه ومرفوعه الى اس. صيغه قطبيه ومرفوعه الى اس استاذ، معناها هاي مبرهنه ديم اوفر، بس يا شكل استاذ مبرهنه ديم اوفر الشكل الاول. مبرهنه ديم اوفر الشكل الاول. صيغه قطبيه مرفوعه الى من؟ مرفوعه الى اس. على كيفك، وحده وحده. تعال يمي. هنا أنا طلاب ايش قلت لك؟ شوف انتبه وياي. قلت لك يا طلاب يا حبايب انتم يا قلبي يا عمري انت، انتبه. قلت لكم طلاب بس انتبه. قلت لكم هذا الان ممكن يجيني موجب وممكن يجيني سالب. اخذت لك سؤالين شو جاك الان؟ موجب. زين طلاب، هسه الان ايش راح يجيك؟ سالب. اذا اجاك سالب شلون تتعامل وياه؟ باوع. اول ما تجي طلاب هذا السالب بوحده بس تخليه هنا بمكان الموجب. اوكي؟ فراح شو يصير؟ راح يصير سالب، والثلاثه تنزل بدون سالب، لان السالب وين نزلناه؟ نزلناه بمكان الموجب. والثلاثه يعني اذا جتك سالبه تنزل السالب بمكان الموجب وتوزع الثلاثه هنا والثلاثه تجيبها هنا. لغه بالاختصار الكوساين يحذف السالب، بس انا ما اريد يعني ادوخك وادخلك بتفاصيل بالرياضيات. من تدخل علوم رياضيات او من تدخل هندسه او من تدخل تربيه رياضيات تفتهم الكلام اللي انا جاي اقصده. اوكي؟ هسه ما راح يفيدك بشيء. انتبه وياي يا حبيبي انت عمري. راح نجي طلاب السالب نزلته بمكان الموجب، سالب بالموجب سالب، طشرت السالب بالنص، والثلاثه تنزل موجبه. نضربها 3 في 7 21، فيصير كوساين 21 باي على 12 اي ساين 121. طبعا ايش اكتب هنا؟ باي على اليمن على 12. تمام. زين. اثنيناتهم يقبلون القسمة على اليمن. طلاب اريد اسالكم، انا اريد نقاش بالمحاضرة. اثنيناتهم يقبلون القسمة على اليمن. طلاب 21 وال 12، 21 وال 12 على اليمن يقبلون القسمة على 3. على 3 بيهم 7 وعلى 3 بي 4. يعني الواحد 7 في 3 21 والأربعة في 3 12. على 3 بيها 7 على 3 بيها 4. جيد. إذا طلابي كوساين 7 باي على 4، العفو ناقص، كلش اعتذر، اي ساين 7 باي على 4. زين. بشرفك اسألك بالله، عندنا زاوية 7 باي على، لا استاذ احنا عندنا زاوية باي على 4. استاذ احنا عندنا زاوية باي على 4. زين استاذ هاي السبعة شنو موضوعها؟ هاي السبعة هاي شنو موضوعها؟ حبيبي انت هاي السبعة حتى نعرف الزاوية بيا ربع اوفها هسه خلي تولي اعتبرها ما موجودة. كوساين الباي على 4 هي 1 على جذر 2 ناقص ينزل. ساين الباي على 4 هي 1 على جذر 2 ولا تنسى الاي. حبيبي انت عمري. زين. هسه استاذ لازم نشوف الزاوية بيا ربع حتى نخلي اشارات الديم اوفر. اوكي؟ بالضبط. عاشت ايدك. رب يوفقك يا رب العالمين ويوفقكم كلكم.
بحق محمد وآل محمد، وتطبون للامتحان التمهيدي قبل تحلون وتطلعون، وأسئلة سهلة يا رب العالمين إن شاء الله. زين، شوف انتبه وياي. نجي طلاب هنا نحن عندنا 7 باي على 4، ال7 تنزل في الباي على 4 ايش قد؟ 45. اروح هنا على صفحه اضرب 45 في 7، 7 في 5 35، 7 في 4 28 و3 31، طلعت 315 طلاب. 315 يعني بالربع الرابع. اوكي، لان من 0 ل 90 ربع اول، من 90 ل 180 ربع ثاني، من 180 ل 270 ربع ثالث، من 270 فما فوق 360 ربع رابع. اذا هاي طلاب ربع رابع. زين، اذا ربع رابع طلاب شنو الموضوع مالتي؟ اذا ربع رابع الكوساين موجب والساين سالب. تعال، الكوساين موجب والساين سالب، شو اخلي لها؟ اخلي لها سالب بالساين. زين، راح يصير 1 على جذر. هسه يجي طالب يقول لي لا استاذ هي بيها سالب، لا انت تخلي لها مره ثانيه، هذا السالب مال القانون مالتك. اوكي، بالربع الرابع الساين سالب فتخلي لها سالب، راح يصير عندك سالب في السالب موجب 1 على جذر 2 اي. افتهمتني لو ما افتهمتني؟ واضح. جيد 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 جدا. اوكي، من هو هبه؟ من هو حضرتك؟ سندس، راح انزل لك المحاضره، راح تنزل على القناه مالتي وشوفيها. من هو؟ غير اعرف من هو هذا. الله ما اعرف والله، حرامات اغلط عليه. زين خليه ولدي. زين، اوكي طلاب، فهاي هنا هسه صار عندي، ما عندي بعد بي اي مشكله. زين، احسب باستخدام دي موفر. اوقف هسه الزم لي بريك. احسب باستخدام دي موفر. زين، وبرهنت دي موفر، وبرهنت دي موفر. قلنا ممكن يجيني بهذا الشكل، ممكن يجيني بالشكل الثاني. الشكل الثاني لدي موفر. شنو الشكل الثاني لدي موفر؟ ينطيك A زائد B I عدد مركب، وهذا العدد المركب مرفوع إلى N. وأيضا طلاب هذا الN من المفروض يكون كسر، يعني هذا الN يكون لو موجب لو شي يكون، لو يكون سالب. أوكي، لو يكون موجب لو يكون شنو؟ لو يكون سالب. جيد جيد، انتبه وياي، ركز حبيبي انت عمري. فهمت الشكل الثاني؟ راح يجيك عدد مركب، وهذا العدد المركب مرفوع الى ان. هذا العدد المركب حبايب، بس جاي يصير بلاغات على البث، الله يخليكم الكل يسوي مشاركه. اريد 90 مشاركه هسه اشوف. هبه شكرا، اليوم تعبناك هوايه. حبايب بس مشاركه، ليش ما جاي اشوف مشاركه؟ كل خلي يسوي لنا مشاركه حبايبي. زين، هذا موجب طلاب، وهذا شنو؟ هذا سالب. الان ممكن يكون موجب، وممكن شيء يكون، ممكن يكون سالب. طلاب عدد مركب راح يجيك مرفوع فوقه ان. شلون راح نحله؟ بالبدايه نحله نوصله علما للصيغه القطبيه. راح ابدي احل اوصله للصيغه القطبيه، بعدين يصير عندك مثل الصيغه القطبيه وترجع تحل صيغه قطبيه. صار ما افتهمنا هسه راح افهم. اجاك هيجي طلاب، بس شفته هيجي وفوقها اس، قول اني عندي دي موفر. اوكي، واحد يقول لك باستخدام دي موفر. شو نطلع بالبدايه؟ باعتبار جاي تطلع بالبدايه طلع صيغه قطبيه، لان الصيغه القطبيه ما عندك.
وصل لي السؤال لهذا النوع. يعني لازم تطلع الصيغه القطبيه اللي هي شنو ديم اوفر؟ ديم اوفر هو اس فوق الصيغه القطبيه، فانت لازم من البدايه تطلع الصيغه القطبيه. اوكي؟ واضح؟ واضح. الله يسلمك ويخليك ويحفظك. شكرا لك. زين. 1 زائد اي اس ايش قد؟ اس 11. بس انتبه هبه، او انا راح اثبت لي انت انتبهي. نطلع نقطه، النقطه هي عباره عن واحد بشنو؟ واحد بواحد. زين. موجب بموجب يعني ربع اول. راح احل صيغه قطبيه مثل من الساعه. زين. ايش راح نسوي هسه؟ نطلع طلاب هذا الاكس وهذا الواي، نطلع الار. الار يساوي تحت الجذر التربيعي اكس تربيع زائد الواي تربيع ار يساوي تحت الجذر التربيعي. الاكس ايش قد؟ واحد زائد واحد، اذا الار يساوي جذر 2. هذا هو المقياس. هذا هو من طلابي، هذا هو المقياس. جيد. هذا من هو؟ هذا المقياس. تمام؟ تمام. هسه شو نطلع طلابي؟ نطلع الكوساين ثيتا والساين ثيتا. الكوساين ثيتا هي اكس على ار، والساين ثيتا هي واي على اليمن على ار. ايش قد الاكس طلاب؟ الاكس واحد، الار جذر 2. ايش قد الواي؟ واحد، وهذا جذر 2. اذا طلاب الثيتا تساوي واحد على جذر 2 بواحد على جذر 2. اذا الزاوية هي باي على 4. يا زاوية كوساينها واحد على جذر 2 وساينها واحد على جذر 2 هو شنو هو الباي على اليمن، هو الباي على 4. اوكي؟ هي الباي على اليمن، هي الباي على 4. كل زين. عاشت ايدك هذا. هسه شنو طلاب؟ وين نجي؟ وين تقع؟ هي ربع اول. ما دام ربع اول، هاي الاسناد ترى اللي تطلع من الكوساين والساين علمتكم عليها اسمها اسناد. اذا بالربع الاول السعه هي نفسها للاسناد. ليش؟ لان بالربع الاول ما عندي قانون للسعه. تمام؟ اذا تقول الاستاذ السعه تساوي باي على 4 ايضا بدون قانون للربع اول. زين. هسه شو نسوي طلابي طالباتي؟ هسه نجي نكتب الصيغه القطبيه. بابا نكتب الصيغه القطبيه. الصيغه القطبيه شو تقول؟ تقول يابا زد يساوي ار. انتبه. زد تساوي ار كوساين ثيتا زائد اي ساين ثيتا. طلاب هاي كلها الصيغه القطبيه مرفوعه الى اس شقد 11. هاي كلها الصيغه القطبيه مرفوعه الى اس 11. طلاب انتبه، هذا ال 11 راح ينزل على هاي وينزل على الار كأس. يعني ينزل على قوس الصيغه القطبيه وينزل على الار كأس. هاي لازم تعرفها انت وتخليها ببالك وبعقلك. واضح؟ يعني هنا راح تقول لي زد يساوي الار ايش قد طلاب؟ جذر 2. وجذر 2 شنو فوقاها؟ فوقاها 11. زين. تحت قوس الكوساين تنزل. الثيتا ايش قد؟ باي على 4 زائد اي ساين باي على 4 كلها اس ايش قد؟ اس 11. يعني اذا تنتبه علي الكلام شلون لو لا؟ يعني الصيغه القطبيه ينزل على الار، الاس ينزل على الار وينزل على الصيغه القطبيه. هاي الصيغه القطبيه كوساين باي على 4 زائد اي ساين. اوكي؟ هم راح ينزل عليها ال 11. اوكي. راح نقول له زد يساوي. هبه واضحه لو اعيدها؟ كل زين. عاشتين هبه. زين هبه جذر 2 اس 11 مو تنسين تخلين 11 على الار. اوكي؟ زين.
اوكي زين تمام. هسه شنو اريدك تنتبه علي. شنو الانتباه؟ جذر 2 أس 11. جذر 2 أس 11. طلابي طالباتي المحاضرة راح تنزل لكم على القناة، لا حد يقول لي عيد، الله يخليكم. اوكي جذر 2 أس 11. شنو جذر 2 أس 11؟ معناها جذر 2 مضروبة بنفسها 11 مرة، يعني جذر 2 في جذر 2 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 في جذر 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. جذر 2 في جذر 2 بدون جذر، 2 بدون جذر، 2 بدون جذر، 2 بدون جذر، 2 بدون جذر. 2 في 2 4، ضرب الذولا بالبداية. 2 في 2 4 في 2 8 في 2 16 في 2 32 في جذر 2 32 جذر 2. إذا جذر 2 أس 11 هو 32 جذر 2. زين 32 جذر 2. هنا هبه على قولتك 11 راح ينزل هنا وراح ينزل هنا، كوساين ينزل 11 في باي هي 11 باي على 4 زائد اي ساين 11 باي على 4. تمام. بس انتبه وياي، اكو مشكلة هنا طلاب؟ ترى كلش سهلة ما بيها شيء. زد يساوي 32 جذر 2 تنزل. زين انتبه وياي. هنا طلاب اني اكو مش تمام عاشيك. هبه اذا تريدين الصيدين صيدي عادي، ترى ماكو اي مشكله. اوكي اذا تريدين الصيدين صيدي، نزلي طلب اساعدك. الباي على اليمن، الباي على 4. زين 32 جذر 2 32 جذر 2. انتبه عليه، ما عندي زاوية 11 باي على 4، أنا عندي باي على 4. هذا 11 شنو موضوعه؟ هذا 11 الرقم حتى نعرف به الزاوية بياربع، حتى أخلي إشارات فقط. كل زين. عاشت إيدك ربي يوفقك ويحفظك. زين يا زاوية كوساينها باي على 4 هي 1 على جذر 2 زائد يا زاوية ساينها باي على 4 1 على ايش قد الزاوية الساين باي على 4 ايش قد 1 على جذر 2. والاي لا تنسى. دقيقة. هسه طلاب نجي على 11 باي على 4. 11 باي على 4 حتى نشوفها بيا ربع. نتذكر من الساعة اجتنا 7 باي على 4 ايش سوينا؟ احنا نتذكر ايش سوينا؟ قلنا استاذ نضرب 7 في 45 35 28 و3 31 طلعت 315. طلاب هاي هنا اذا اسويها ما راح تفيدني. ها اي شلون الاستاذ ليش ما تفيدني؟ ما اضرب لي 45 في 11 5 4 0 1 في 5 5 1 في 4 4 5 9 495. طلاب خارج نطاق ال 360 راح تختار دورة ثانية. انت تظل تطرح 360 لا استاذ شو نسوي؟ شلون عرفتها استاذ بعض؟ اذا شلون عرفتها ما تفيدني؟ اذا كان البسط اكبر من ضعف المقام. انتبهي وياي هبه، انتبهي وياي كل زين. انتبهي. اذا كان البسط اكبر من ضعف المقام. شنو هو المقام؟ ايش قد 4. ايش قد الضعف مال الأربعة؟ يعني الضعف يعني بقدها، يعني بضربيها في 2. 4 في 2 8. الضعف مال المقام 8. 11 أكبر من الضعف. إذا كان البسط أكبر من الضعف مال المقام ما نسوي هاي الطريقة مال الضرب. بالضبط نقسم. عافية كل زين. مو نقسم على ضعف المقام، لا هو البسط أكبر من ضعف المقام، فشو نسوي؟ نقسم عليه. نقسم 11 على 4.
11 فيها كم 4 2 2 في 4 8. ايش قد بقى باقي 3. هاي الثلاثة اجيبها وين اخليها؟ اخليها بمكان 11. صارت سهلة عندي. هسه اضرب ال 45 في 3. 45 في ايش قد؟ تشوف الباقي، اخذ الباقي واخليه بمكان 11 حتى يتبسط عندي، حتى يتسهل عندي. عاشت ايدك عاشت ايدك السندس. زين، فطلعت لك هنا 3، فصارت عندك سهلة. 3 باي على 4، 3 في 5 15، 3 في 4 12 و1 13، طلعت 135. 135 ربع ثاني. إذا استاذ من الأخير هاي ربع ثاني. بالربع الثاني شنو طلابي؟ بالربع الثاني الكوساين سالب والساين موجب. بالربع الثاني الكوساين سالب، العفو، الكوساين شنو؟ سالب والساين موجب. هسه استاذ شو نسوي؟ العفو، خربت الصورة. يلا، ربع ثاني الكوساين سالب الساين موجب. شو نسوي هسه استاذ حبيبي؟ انا اقول لك شو نسوي. هسه ندخل هذا الجذر 2 وال 32 جذر. ال 32 جذر 2 راح تدخل ترى مقامها واحد، راح تنضرب لي فوق بالبسط. فالجذر 2 ويا الجذر 2 يروح، فتبقى 32 في سالب 32. من ندخل هاي مره ثانيه هناك هم الجذر 2 ويا جذر 2 يروح، تبقى 32 في 1 موجب 32. خلصت مبرهنه ديم اوفر. احكي طلاب. احكي طلابي. طلاب القناه مالتي مالت اللي ثبتت لكم اياها. هاي المحاضرتين راح ادمجهن سويا الصيغه القطبيه وديم اوفر، وراح انزل لكم اياها. عندكم مشكله هنا؟ أنا هبه اكو مشكله هنا؟ ها ما عندكم مشكله؟ تمام زين. وايدك العاشة. هبه اذا عندك سؤال لا تستحين. طبعا هبه واحده من طالباتي الدوره الالكترونيه اللي هي كلش شاطره، واخاف عليها لان انا املي كله بيها. فديروا بالك. زين، احسب باستخدام ديم اوفر. احسب باستخدام شنو هو؟ احسب باستخدام ديم اوفر. عاشت ايدك. احسب باستخدام ديم اوفر. طلاب منطيك اس قد؟ اس 7. الشكل الثاني استاذ، هذا الشكل الثاني شنو هو؟ اي حبيبي، الشكل الثاني ينطيك عدد مركب، وهذا العدد المركب مرفوع الى ان. اوكي، مرفوع الى اس. جيد. زين، انتبهوا وياي. راح نجي طلاب انتبهوا وياي. الواحد ينزل واسوي هنا شنو؟ سالب 1. 1 بسالب 1. جيد جيد. سوي صيغه ديكارتيه 1 بسالب 1. يلا طلاب، بعد هسه انا بعتمد عليكم يا ربع. هذا الاكس موجب والواي سالب. يلا يا ربع اطلع لكم الارباع. يلا اطلع لكم الربع. يلا الاكس موجب والواي سالب، ربع رابع. ليش ثالث؟ ليش ثالث؟ هبه الربع الثالث الاكس سالب والواي سالب. الاكس موجب
والواي سالب يعني ربع رابع. اوكي، اذا هاي شنو هو؟ ربع رابع. زين، اذا ربع رابع شنو انا راح اسوي؟ ما اسوي كل شيء قبل نطلع الار المقياس. اكس تربيع زائد واي تربيع، الار يساوي تحت الجذر واحد تربيع واحد سالب واحد تربيع واحد، التربيع ياكل السالب، الار يساوي جذر 2. هذا من هو؟ هذا المقياس. هسه نطلع كوساين ثيتا ونطلع الساين ثيتا. الكوساين ثيتا هو اكس على ار، والساين ثيتا هو واي على ار. الاكس واحد على جذر 2 والواي سالب واحد. انتبه للإشارات على جذر 2 أوفس الإشارات مالك دخل بيه. يا زاوية كوساينها واحد على جذر 2 وساينها واحد على جذر 2، الباي على 4. إذن الثيتا هي باي على 4. هاي من هي؟ الإسناد. دائما الزاوية اللي تطلع من الكوساين والساين نسميها الإسناد. زين، بيا ربع موجودة بالرابع. طبعا طلاب انت حتى تقدر منها تشوفها بيا ربع. الكوساين موجب والساين سالب، الكوساين موجب والساين سالب يعني ربع رابع. يعني خلاص بدأ تقدر من هنا بعد أفضل. جيد جيد. هاي ينتهي الموضوع عندك. هسه نجي نطلع السعة. السعة هاي قوانين السعة طلاب. السعة تطلع بالقوانين. إذا ربع أول السعة هي نفسها الإسناد. أما طلابي إذا ربع ثاني فالزاوية تكون باي ناقص الثيتا، باي ناقص ثيتا. نقول الأستاذ السعة تساوي باي ناقص، يعني احنا استاذ ليش نكتب السعة ولك مو السعة ناخذها بالصيغة القطبية. الصيغة القطبية ما تتعامل ويا الإسناد، تتعامل ويا السعة. اوكي؟ زين. هذا يؤدي الباي ينزل ناقص الثيتا ايش قد هي؟ باي على 4 ويساوي الباي ايش قد طلاب؟ الأربعة تنزل العفو، 4 في باي، 4 باي ناقص باي هي 3 باي. إذا صارت عندك السعة هي 3 باي على 4. شو نسوي هسه طلابي؟ بس نجي مجرد تكتب الصيغة القطبية وتعوض. الصيغة القطبية هي زد تساوي ار كوساين ثيتا زائد اي ساين الثيتا. ايش قد 7؟ هاي السبعة تنزل على الصيغة القطبية على القوس وتنزل على ار. تنزل على الصيغة القطبية على القوس وتنزل وين؟ وتنزل على ار مالتك. اوكي؟ جيد. زد يساوي الار ايش قد طلاب؟ جذر 2 وهذا جذر 2 اس ايش قد؟ اس 7. نجي هنا طلاب الكوساين تنزل الثيتا نكتب يا ثيتا هاي لو هاي مال الساعة؟ لا اكيد مال الساعة. ايش قد؟ 3 باي على 4 زائد اي ساين 3 باي على اليمن على 4 كلها اس ايش قد؟ اس 7. زين، جذر 2 اس 7 معناها جذر 2 مضروبة بنفسها 7 مرات. جذر 2 اس 7 معناها مو جذر 2 في 7، معناها جذر 2 مضروبة بنفسها كم مرة؟ 7 مرات. من يقول لي ايش قد يطلع الناتج يا بطل؟ زين حبيبي انت ابو القانون، انت يعني ما اعرف، انت مدرس جاي داخل هنا بالبث تعطينا قوانين. راح احضرك حبيبي، انا اعتذر اني القوانين خليها الك. اوكي يلا حبيبي، يلا باي باي. سلمنا على القوانين مالتك. يلا عيوني، معناها جذر 2 في جذر 2 جذر 2 في جذر 2
يعني دول مدرسين الرياضيات 100 مرة قلت لهم باو لا تدخلون بالبث مالتي ما اريدكم هسه لا بالتعليقات خلصان من يمكم لا بالبث شلون بالله واحد يهج جذر 2 في جذر 2 2 جذر 2 في جذر 2 2 جذر 2 في جذر 2 2 اوكي 7 مرات 2 في 2 4 في 2 8 في جذر 2 8 جذر 2 اوكي ليش خطأ الاسناد بابا؟ ليش خطأ؟ 4 على 4 وين شكو؟ اي طلاب الاكس موجب والواي سالب ربع رابع حبايب اي ربع رابع العفو 2 باي هنا 2 باي اوكي 2 باي ناقص ثيتا فتصير 4 في 2 باي 8 باي ناقص تصير 7 باي طلاب اوكي تصير 7 باي فزاويتك هي 7 اوكي 7 باي جيد عاشت ايديكم مو انا ضليت هسه مركز على التعليقات زين 2 في 2 4 في 2 8 في جذر 2 هي 8 جذر 2 اوكي زين فهاي هنا طلابي 8 جذر 2 زد يساوي اوكي زد يساوي انتبه وياي هاي السبعة راح تنضرب بهاي السبعة وراح تنضرب بهاي السبعة 7 في 7 49 فراح تقول لي كوساين 49 باي على 4 زائد اي ساين 49 باي على اليمن على 4 جيد؟ جيد زين هي هاي تغلط صحيح زين 8 زد تساوي 8 جذر استغفر الله يا رب العالمين 8 جذر 2 هسه طلاب هنا شنو عندك؟ عندك كوساين 49 باي على 4 طلاب انا ما عندي 49 باي عندي باي على 4 ايش قد الباي على 4 الباي على 4 هي 1 على جذر 2 زائد كوس الساين الباي على 4 ايش قد هم 1 على جذر 2 وتخلي لها اي 1 على جذر 2 شنو هو اي انتبه علي هنا طلاب 49 على اليمن على 4 هذا طلاب البسط أكبر من ضعف المقام يعني المقام ضعفه 8 فالبسط أكبر من ضعف المقام بهواية فراح أقسم 49 على 4 أوكي على اليمن أقسمها على 4 4 بها كم 4 1 في 4 تنزل 9 بها كم 4 2 8 يبقى ايش قد الباقي 1 ما دام بقى الباقي 1 يعني أشيل 49 شكتب هنا 1 راح تبقى بالربع الأول يعني اثنيناتهم موجبات انتهى الموضوع بس نجي ندخل دولة من راح اجي ادخل هذا الجذر 2 ويا الجذر 2 تروح تبقى 8 في 1 8 زائد النوب من ادخله هنا الجذر 2 ويا جذر 2 يروح تبقى 8 في 1 8 اي هي هاي دي موفر مالتك اوكي زين يا 7 ولك يا 7 نسيت الله ينتقم من يمك هاي السبعة تريد تنساها متطببها ينقصوك 3 درجات 4 نقسمها على 4 طلاب زين هسه طلاب ده يقول لك احسب باستخدام دي موفر اوكي احسب باستخدام دي موفر للسالب 9 احسب باستخدام دي موفر للسالب 9
طلاب نفس الشيء، هذا بعدني أنا وين؟ بعدني بالشكل الثاني. بعدني وين طلاب؟ بالشكل الثاني. شنو الشكل الثاني؟ الشكل الثاني ينطيك عدد مركب، وهذا العدد المركب فوقه أس لو موجب لو سالب. تمام أستاذ. معو انتبه وياي، ركز، لا تستعجل أبدا تستعجل. باو نقول له يابا النقطة الصيغة الديكارتية مالتي هي جذر 3 بدون آي، هنا قد أكو 1. طلاب ربع أول نجي نطلع الآر يساوي تحت الجذر التربيعي الإكس تربيع إيش قد؟ جذر 3 ربعها 3 زائد الواحد ربعه 1. الآر يساوي 3 زائد 1 4 جذر 4 2. هذا هو من هو؟ هذا هو المقياس. هذا من هو؟ هذا المقياس. هسه نطلع كوساين ثيتا ونطلع الساين ثيتا. كوساين هي اكس على ار، هاي هي الواي على اليمين على ار. الاكس هي جذر 3 على 2 الار، والواي هي 1 على 2. يا زاوية ساينها 1 على 2 وكوساينها جذر 3 على 2 هي الباي على 6. وين ربع أول يعني السعة همين ايش قد؟ همين باي على 6، لأن إذا بالربع الأول السعة هي نفسها الإسناد. أوكي طلابي؟ أوكي زين. هسه ايش نكتب وراها؟ نكتب الصيغة القطبية. نكتب شنو؟ نكتب الصيغة القطبية. الصيغة القطبية مالتي شنو طلاب؟ الصيغة القطبية مالتي شنو؟ الصيغة القطبية مالتي هي زد يساوي الار ايش قد؟ 2 كوساين الثيتا ايش قد؟ باي على 6 زائد اي ساين باي على. زين استاذ عادي قبل اكتبه بدون ما اكتب القانون؟ عادي، يعطيك درجة كاملة لا نقصك ابدا. شوف هنا يا طلاب، هاي السالب 9 راح تصير لهذا وراح تصير لهذا. حلوين حلوين حلوين. طلاب أنا بالرياضيات ما عندي أس سالب، أنا بالرياضيات ما عندي أس سالب، فراح نقول له زد يساوي 1 على راح ينزل الأس هو والأساس لي جوا حتى يصير موجب، مو تنزل بس 9 ولك. 9 هي أس للأساس 2، فمن ينزل ما ينزل بوحدة، ينزل هو والأساس، فراح أنزل لي جوا حتى شو يصير؟ حتى يصير موجب، حتى يصير 2 أس 9. زين هاي من الساعة علمتك عليها، من ينطيك صيغة قطبية وفوقها سالب، السالب ينضرب هنا بالنص والتسعة تنزل هنا، تصير كوساين 9 في باي تنزل موجبة 9 باي على 6 اي ساين 9 باي على 6. 2 أس 9 تقدرون تسوون لي إياها؟ يمكن تطلع 512 أظن، مو صحيح؟ خمسمية واثناعش. طلاب 2 أس 9 معناها الاثنين مضروبة بنفسها 9 مرات. زد يساوي 1 على 512. تعال وياي، طبعا هذا أسهل سؤال، يا رب يجيكم إن شاء الله. زين انتبه علي. على 3 بيها 3 على 3 بيها 2 على 3 بيها 3 على طلعت لك 3 باي على 2. يلا جاوبيني هبه، 3 باي على 2 من هي؟ جاوبي. 3 باي على 2 من هي؟ عافية. زاوية دائرية 270، فما نشوفها بيا ربع طلاب، أبد ما نشوفها بيا ربع. يعني من تجيك دائرية قول الحمد لله والشكر. تعال 270 ايش قد كوساينها 0 وايش قد ساينها -1.
اوكي كوساينها صفر. هذا الناقص ينزل. ايش قد الساين مالتها؟ -1 والاي. زيت يساوي 1/512. صفر سالب بالسالب موجب 1 في اي. ادخل هذا راح يطلع صفر. هذا فيها صفر، هذا في هذا 1/512 اي. اوكي طلاب، ان شاء الله باكر الصبح احنا نكمل لكم البقيه. هاي المحاضرتين راح ادمجهن محاضره واحده او ارفعها اسميها الصيغه القطبيه ومبرهنه ديموفر. انا بس راح هسه اجيب التليفون اريد احكي